السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثي إليكم إخوتي وأخواتي اليوم عن موضوع في غاية الأهمية، وهو يخص المرأة التي تدعى ليلى عبد اللطيف، امرأة منجمة دجالة من لبنان. هذه المرأة لا قيمة لها ولا علم لها ولا وزن لها أيضا، لكن للأسف الشديد كل القنوات الإعلامية تقريبا في لبنان فتحت لها الأبواب، وهذا الذي ساهم في شهرتها وجعلها مشهورة بين الناس. وهذه هي عادة الإعلام إلا ما رحم ربي، يرفع الوضيع. هذه هي قيمة الإعلام اليوم، يرفع الوضيع ويحط من الرفيع. هذه هي قيمة الإعلام للأسف الشديد ومهمة الإعلام اليوم. فهذه المرأة لا علم لها ولا نعرف لها علما ولا نعرف لها وزنا أصلا بين الناس، ولكن للأسف حين فتح الإعلام أبوابه لها جعلها من المشهورين، وعوام الناس لا يفرقون بين الدجال وبين الصادق. ولذلك من الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل، والذي أنا أتشرف أن أنتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل، أن أوضح حقيقة هذه المرأة الدجالة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة تدعي أنها تعلم أمور غيبية وتتنبأ بالأمور الغيبية، وهؤلاء يسمون بالمنجمين، وفي مقولة مشهورة: كذبوا المنجمين ولو صدقوا. فبالتالي أيها الإخوة، هؤلاء المنجمين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية الكثيرة، وحذر منهم، وحذر من دجلهم، وحذر من تصديقهم، وحذر من الذهاب إليهم والتعلم بين يديهم. هذه الحلقة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، لأن هذه المرأة تمس عقيدة المسلم. تصديق هذه المرأة فيه خطورة على عقيدتك أيها المسلم، ولذلك وجب عليك الاستماع إلى هذه الحلقة لتعرف التحذير النبوي من هذه الأشكال. كما قلت لكم أيها الإخوة، هذه المرأة تدعي أنها تعلم الغيب، وتقول إن في ليبيا سيحدث كذا وكذا، وتقول إن في المغرب سيحدث كذا وكذا، وتتكلم عن بلدان العالم وتقول إن سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هو أصلا 90% من كلامها كذب، 90% من كلامها كذب ولم يحدث. يعني مثلا من أشهر كذباتها أنها قالت عن ليبيا في سنة 2021 سيحكمها سيف الإسلام القذافي، وهذا لم يحدث، وها نحن على مشارف انتهاء 2023 ولم يحدث هذا. فهي مجرد كاهنة كذابة. طيب، هل صدقت في بعض الأمور، وبعض الأمور التي أخبرت عنها وقعت حقا؟ هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله في هذه الحلقة. دعوني أولا أسرد عليكم الأحاديث النبوية التي تحذر من هذه الكاهنة وأمثالها. طبعا هؤلاء كانوا يسمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالعرافين أو المنجمين أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما. رواه مسلم في صحيحه. يعني أنت حين تصدق هذا العراف تذهب إليه وتسأله: ماذا سيحدث لي أنا في المستقبل؟ هل سأتزوج أم لا أتزوج؟ هل سيحدث لي ذلك أم لا يحدث؟ هل في هذه السنة سيموت لي أحد كذا؟ تذهب إليه مثل ليلى عبد اللطيف هذه، يسألها المذيع ويقول لها: طيب ماذا سيحدث في عام 2022؟ وتقرأ هي من ورقة أملها عليها، يعني من يمولونها، وهي تعلم كلامي جيدا، يعني أصلا هي ممولة من دول معينة، لكن لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الآن. فتسرد الكلام من الورقة وتبدأ تقول: سيحدث في ليبيا كذا وكذا، وفي الأردن كذا وكذا، وفي مصر كذا وكذا، وفي المغرب كذا وكذا، وتبدأ تسرد. هذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقتها في هذا الكلام لن تقبل صلاتك لمدة 40 يوما. 40 يوم
فرض عليك أنك تصلي، لن تقبل هذه الصلاة عند الله عز وجل. أمر في غاية الخطورة. طيب هل هذا الحديث وحده؟ لا، في أحاديث أخرى سأقرأه عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم يسمون بالمنجمين هؤلاء سحرة، هؤلاء يتعاملون بالسحر، وعلم النجوم هذا علم السحرة. يعني خطير الأمر في غاية الخطورة، فاحذروا من تصديق هؤلاء، احذروا. هذه امرأة تتاجر بهذا الكلام، هي تأخذ آلاف الدولارات على الكلام الذي تقوله، لكن أنا كلامي موجه لمن يستمع إليها ويصدقها. احذر، هذه أحاديث نبوية صحيحة، الكلام هذا عن الصادق الأمين، عن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يخبرك أيها المستمع يا من تستمع وتصدق ليلى عبد اللطيف: أنت لن تقبل صلاتك 40 يوما وأنت تصدق ساحرة مشعوذة. انتهى الأمر. طيب هذا الحديث الذي سأقرأه الآن في غاية الأهمية. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. انتبهوا، ليسوا بشيء. طيب، فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. نفس الكلام الموجود اليوم، إن هي توقعت زلزال المغرب فحدث هذا الزلزال. هم يقولون ذلك، أنا لم أستمع إليها ولم أشاهدها، لكن يقال إن هي تنبأت بزلزال المغرب وقد حدث الزلزال في المغرب. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على هذا السؤال حين قالوا له الناس: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. يقولوا بعض الأحيان كلام صحيح بيحدث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك كلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. رواه البخاري ومسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضح المسألة، قال إن هؤلاء أمثال ليلى عبد اللطيف وكذا، هؤلاء يتعاملون مع الجن. العرافين والكهنة والمنجمين هؤلاء أصلا يتعاملون مع الجن، وبنص القرآن الكريم أن الجن يسترق السمع لكلام بعض الملائكة عن الأمور الغيبية، فممكن يأخذ كلمة واحدة صادقة وينقلها للكاهن هذا مع كلمات أخرى كلها كاذبة. يعني من 100 كلمة ما يطلعش صحيح إلا كلمة واحدة و99 تقريبا كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من استراق السمع، الجن يسترق السمع، فيقول له كلمة قد تكون هذه الكلمة صحيحة، لكن يعني لو قال له 100 كلمة واحدة صحيحة و99 كذب وخطأ. فلذلك أيها الإخوة، يعني حتى لو قالوا كلاما صحيحا هذا لا يعني أنهم على حق، وإنما لأنهم يتعاملون مع الجن، والجن يسترق السمع عن الملائكة ليستمع من الملائكة بعض الغيبيات. فهؤلاء أضلهم الشيطان وصاروا يسترزقون بالكذب والدجل والشعوذة والكذب على بسطاء الناس ليتكسبوا 125 ألف دولار أو أكثر، كما قيل عنها أن هي استلمت 125 ألف دولار من دولة معينة. وكذلك يعني حتى لو توقعاتها صحيحة، في بعض التوقعات أصلا بتكون مخططات دولية اللي هي مشاركة فيها أساسا، يعني فبالتالي تعرف هذا الأمر مسبقا. فبالتالي أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم جميعا، احذروا من هذه الكاهنة وغيرها، احذروا من هؤلاء المنجمين، حتى لو صدقوا في شيء فكذبوهم ولا تسمعوا إليهم. فهؤلاء من يستمع إليهم لا تقبل صلاته. بل في حديث أشد من ذلك، حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى عرافا
فصدق ما قاله العراف فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل لما أنت تصدق هذا العراف فأنت قد كفرت بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة في غاية الخطورة. أنا عملت هذا الفيديو لأحذر البسطاء ولأحذر الناس من هذه الدجالة الكاذبة، فاحذروا منها وشاركوا هذا المقطع مع معارفكم ليعلموا أنها كاذبة بالنص الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كذابون لا قيمة لهم وتوقعاتهم كاذبة، وإن صدقوا في شيء أو اثنين فهذا من تعاملهم مع الجن الذي يسترق السمع من السماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي لقاء جديد بإذن الله تعالى.